كل شويه يقول لي خلقي ضيق خلقي ضيق، انجزي مش مستحمل. لحظه واحده، خلقي ضيق دي بتتقال بالانجلش؟ يعني انا دلوقتي انا عايزه اوصف حد اقول هو بطبيعته هو خلقه ضيق، او انا خلقي ضيق، دي بتتقال ازاي بالانجلش؟ بتتقال بالانجلش. بص يا سيدي، بنقول my patience is wearing thin. my patience، واحده واحده بقى كده مع بعض عشان فيها شويه تريكس صغيرين. اول حاجه patience، خلي بالك من صوت البي. my patience مش صوت الب بالعربي. patience is wearing ما تقولش عليها we، it's not we it's way. my patience is wearing، ما قلتش wearing thing. my patience is wearing thing. تعال بقى نشوف الأجانب بيقولوها ازاي. My patience is wearing thin. 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 وخلي بالك طول الوقت وانت بتتكلم انجليزي هيقابلك اكسبريشن زي كده كتير، كلمات ومصطلحات احنا بنقولها بالعربي زي الامثال الشعبيه، عايزين نقول زيها بالانجلش. هتتقال ازاي؟ تفتكر هنترجمها حرفيا ولا في اكسبريشن بتوزيها بالانجلش؟ ده بالظبط اللي احنا بنركز عليه في كورس الانجلش. بنركز معاك على الكونفرسيشن، ازاي ان انت تقدر تتكلم واللي سبيكنج بتاعك يبقى قوي، وفي نفس الوقت تتعلم الاكسبريشنز اللي الاجانب بيقولوها. ما تقعدش تترجم من عربي لانجليزي وترجمتك تبقى حرفيه. حتى مستوى الكلمات اللي انت بتستخدمها كلمات مستواها بيجنر. لو انت مهتم تتعلم اكتر اكسبريشنز ومصطلحات زي كده، مش هقولك بقى سيب كومنت او هتبعت مسج عشان تعرف كل الديتيلز.